خلاص بقى دخلنا في موسم البوم والطخ والحصريات والصفقات والانتقالات والجو اللي انتوا عارفينه ده كله. وكل واحد هيطلع يقول لك فلان اهلاوي وعلان اهلاوي، وهتشوف بقى الفوتوشوب والتصميمات هتشتغل والدنيا هتولع معانا لحد شهر يناير، ولحد يوم 30 يناير لحد نهاية فترة الانتقالات هيفضل يقول لك فلان اهلاوي والصفقات والتعاقدات والخطيب راح وفلان جه وده اتعرض عليه والصفقة باظت وحصل مفاوضات ورجعنا تاني. الموال اللي انتوا عارفينه بتاع كل موسم انتقالات لا يتكرر كما هو ولن ينتهي إلى الأبد. فأرجو أولا يعني من الناس أصحاب البوم والطخ والصفقات والحصريات والانتقالات، ودي عندي وأنا اللي جبت وأنا اللي عملت، يهدوا شوية يتقوا الله في جمهور النادي الأهلي. مش كله عشان الريتش وعشان الترندات وعشان المشاهدات. يا ريت يا جماعة يكون بالعقل، الناس تعبانة، جمهور الأهلي أصلا مش ناقص وحزين لوحده. فيا ريت يعني الناس تتقي الله والناس المفروض عرفت، يعني جمهور الأهلي مش صغير. جمهور الأهلي شاف الفترات الأخيرة في الموسم يعني اللي بتاع الانتقالات، في كل فترة انتقالات بيحصل الكلام ده والناس بتشوفه بعينيها والناس بتشوف اللي بيقولوه ما بيحصلش ومع ذلك بتتابعوه. فانتوا احرار، يعني جمهور الاهلي حر يتابع اللي هو عايزه وما يتابعش اللي هو عايزه. ولكن انا بقول للناس اللي بتقدم المحتوى ده يا ريت يا جماعه نتقي الله في الناس يعني. فاهلا وسهلا بيكم. لو وصل لك الفيديو وبتتفرج معايا يا ريت تدوس على اللايك وتشترك في القناه. انا ابو تميم دكتور احمد جلال. لو مهتم تتابعني تاني يا ريت تشترك في القناه، ويلا نخش في الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. مؤخرا انتشرت اخبار عن اسامه الادريسي واهتمام النادي الاهلي بالتعاقد مع اسامه الادريسي. تمام، هتقول لي انت ده هبده ولا دي صفقه ولا دي، انا ما اعرفش. الصحافه والاخبار بتتكلم. ولكن استفساري ولا سؤالي الوحيد انا ايه هو بقى؟ ان حضرتك اسامه الادريسي انت شفته في ماتش باتشوكا وماتش بوتافوجو، يعني لما لعب قدامنا في مباراه باتشوكا الاخيره واللي اتهزمنا فيها، والماتش اللي فاز على بوتافوجو. واسامه الادريسي كان جايب جون عالمي ولعب قدامنا بشكل كويس، ولكن ما سجلش اهداف. بس هو لعيب كويس، لا خلاف ان هو لعيب كويس، ولكن عينين اداره الاهلي مش بتشوف ليه غير لما حد يتوهج ولا ينفجر قدامنا في ماتش، ولا لعيب يظهر قدام الاهلي، ولا انت مستني ان انت تتعاقد مع واحد غير لما يظهر قدامك بس. فين لجنه السكاونتنج اللي في الاهلي؟ فين لجنه سكاونتنج في الاهلي؟ انا مش عارف. فين اداره التعاقدات في الاهلي؟ ما تعرفش. هم بيشوفوا بس لعيب عمل بوم طخ عمل حركتين اسامه ادريسي كويس، انا مش بقول لك لعيب وحش، لا لعيب كويس. ولكن انت كاداره تعاقدات وكاداره سكاوتنج فين؟ انت فين من العينين ومن المتابعه ومن الفولو اب للعيبه في دوريات مختلفه ان انت تجيب لاعب محدش يعرفه؟ مفيش غير صفقه وحيده، واللي جابها كان ناس بتوع سكاونتنج بتوع سوشيال ميديا. واحد الصفقه بتاعت اسامه ابو علي، حد اللي راح رشحها لاداره النادي الاهلي. انت كنادي انت ما جبتش اسامه ابو علي، ومش انت اللي عينك كانت عليه، لا حد هو اللي تابع وهو اللي قدم الصفقه دي للاهلي والاهلي خلصها. الحمد لله ان ما كانش عليها بوم وطخ والناس ما قالتلكش وسام ومش وسام، ما كانش حد يعرف، وطلعت صفقه كويسه. انتشرت الاخبار تاني عن يوسف ساليتش اللي السنه اللي فاتت كان طالب 2 مليون ونص، بيقول لك السنه دي طالب 4. ما انت رايح بقى تلعب في كاس عالم للانديه وهيبقى معاك فلوس وبتاع، فادفع بقى. ولا يوسف ساليتش السنه اللي فاتت ما خلصتوش، جاي السنه دي تجري وراه تاني ونكرر نفس الاخطاء بتاعه العائدين، مش من الموت، العائدين من الاعاره. وده يدل، مش بقول لك برضو اداره النادي الاهلي فاشله، لا، ولكن في فشل اداري في بعض الحاجات طبيعي. مفيش حد كامل، كمال لله سبحانه وتعالى. ولكن الاداره فشلت في ايه؟ انت عملت اعاره لاليو ديانج، عملت اعاره لعبد القادر، لحمدي فتحي، لا حمدي فتحي بيع نهائي، هو ومحمد شريف. محمد شريف بيقول لك عقده هيخلص وممكن يرجع. يا سيدي ماشي، عندك مهاجم جنب وسام ممكن يكون بديل، لان وسام ملوش بديل زي ما احنا عارفين يعني. عندك عبد القادر جناح، عنده اعاره هتخلص هيرجع. اليو دانج نص الملعب. حمدي فتحي اللي انت تعاقدت معاه اصلا عشان تبقى ترضيه للجمهور وسط الزيطه يعني مش الزيطه، حاله الغضب اللي كانت عند جمهور الاهلي. فانت عايز تلهي الناس وتلهي الجمهور ان انا رجعت حبيبي. دي مش صفقه، ده واحد راجع هيلعب معايا شهر ومجاني، وفي شهر 6 مش في يناير اللي جاي وهيلعب معاك وهيكمل معاك، لا ده انت جايب واحد شهر. ففين الصفقه في كده؟ ديانج لما يرجع وعبد القادر لما يرجع وانت دلوقتي بتقول هرجعهم وكمان حمدي فتحي وبتاع، طلعتهم ليه من الاول؟ ده الفشل الاداري اللي بقول لك عليه.
انت ديانج كسبت فيه ايه؟ ديانج وصل لمرحله كانت ساعتها مطلوب فيه مش عارف الدوري الصيني ولا حاجه زي كده 6 و7 مليون دولار، طلعته عرض 300 الف دولار. طلعته ليه؟ لما انت ناوي ترجعه ويكمل معاك تاني. عبد القادر خرجته ليه؟ ولما انت عايز ترجعه تحسبها على الاهلي صفقات، تحسبها على الاهلي صفقات. والاخبار كمان اللي انتشرت النهارده ان بيقول لك في 3 افارقه وواحد برازيلي وجناح ارجنتيني. الدنيا خربانه يابا. في كلام، اسمع بس. الناس اللي انت بتتفرج عليها بتقول لك كده، انا عارف. الناس اللي بتتفرج عليها هتقول لك كده، وهيقول لك فيه وما عارفش ايه. الكلام كله بلح، مفيش الكلام ده. واخبار بتتسرب من جوه النادي عشان تهدئه للراي العام وللجمهور ان احنا شغالين. هو فين اصلا اداره التعاقدات؟ مين مدير اداره التعاقدات اصلا؟ كابتن هاني رمزي مش مدير اداره، كابتن زكريا ناصف مش هو، كابتن مختار رئيس شركه اللي جه رئيس شركه الاهلي اللي جه مكان المهندس عادل القيعي. مين اللي بيتعاقد؟ اللي اعلن صفقه حمدي فتحي ان هو هيرجع يلعب في شهر 6 في كاس العالم كابتن محمود الخطيب. انت اصلا ما عندكش مدير لاداره التعاقدات عشان تقول لي احنا بنتفاوض واحنا بنتعاقد ومع اسامه الادريسي ومش اسامه الادريسي نفسه ده كان فري، كان في اشبيليه وراح فري لنادي باتشوك. كنت فين انت؟ كانت فين اداره السكاوتنج عندك في صفقه زي كده؟ لاعب فري، ولا انت بس متخصص انك تجيب فري في لاعب زي موديست؟ ان شاء الله يعني. وبرضه راح يتكلم على اللاعب بتاع ريال مدريد اللي هو برضه فري وهتجيبه يبقى قصه موديست تاني، ويتكلم على بغداد بنجاح اللي هو برضه السنه اللي فاتت اتكلمت واتفاوضت فيه والنادي كان بيغالي. السنه دي بيقول لك لا 2.5 مليون وياخد مش عارف كام. واحد عنده 34 سنه، عنده 34 سنه بتتكلم في 2.5 مليون، اللي انت اصلا صفقه محمد بن رمضان عشان رقم قريب من كده ما رضيش تكمل وما رضيش تكمل الصفقه والصفقه باظت. ففي حالة تخبط فظيعة في إدارة تعاقدات النادي الأهلي والإدارة عموما بعد اللي حصل طبعا، والهزيمة الشنعاء وفرصة الوصول للنهائي تاريخي أمام ريال مدريد اللي هيتلعب بكرة إن شاء الله، اللي باتشوكا فاز بيها. ده يا راجل الاتحاد الدولي نفسه حزين إن الأهلي خرج. ليه؟ لأن الأهلي جمهوره كان هيروح النهائي، كان هيعمل حس في قطر. جمهور الاهلي كان هيملى الاستاد. في جمهور ريال مدريد في كل العالم، وفي جمهور بعض طبعا جمهور قليل جدا لباتشوكا، ولكن مش زي جمهور الاهلي. حتى الاهلي مش هيفوز على ريال مدريد، انت مش بتحلم انك تاخد البطوله، لكن كان هيبقى مباراه تاريخيه، كان هيبقى الجمهور حاضر فيها، وهيبقى يعني تصوير للعالم ان البطوله حلوه ما تتلغيش، نعملها كل سنه. طبعا تسويقيا كانت هتبقى مهمه جدا بالنسبه للفيفا. فكل ده انت بوظته على الاتحاد الدولي اللي كانت فرصه الاهلي ان هو يكمل. مش بوظته اقصد ان هي مؤامره، لا، الاتحاد الدولي كان متصور ان الاهلي هيتفوق على باتشوكا. حتى انفانتينو قال ان احنا خسرنا الجمهور بتاع النادي، مش قصده على النادي الاهلي، ولكن خسر حته يعني الشكل بتاع المباراه والشكل الجماهير في المباراه. بيقول لك كمان ان الخطيب قاعد لحد دلوقتي في قطر عشان بيتفاوض مع اسامه الادريسي وبتاع، وان الصفقه انا ما عنديش مشكله يجي ينور. اسامه ادريسي لعيب حلو جدا، ولكن برضه كنت فين لما كان فري؟ كنت فين يا كابتن محمود ولا يا اداره التعاقدات لما كان اسامه الادريسي ده فري وتجيبه براحتك بمرتبه؟ دلوقتي النادي هياخد طبعا رقم، وهو هياخد في الموسم، هو بياخد في باتشوكا حوالي 600 ألف دولار. انت طبعا هتديله 700 800 في الموسم، وغير ثمنه اللي هتشتريه بيه من نادي باتشوكا. طيب عندنا كمان الراحلين. اهم ملف انا شايفه دلوقتي ان الاهلي يتكلم فيه، مش ان انت تقول لي انا جايب صفقات وتخلي الناس تتصل وقلنا 100 مره مش عارف انا النادي اللي مخترق اكتر من مره. ما علينا، حتى الكابتن المهندس عادل القيعي قال الكلام ده قبل كده ان الناس بتتصل وبتتكلم، ولكن ده لمصلحتهم هم، مش مخترق. لا، احنا عايزين احنا نبقى مخترقين، هم قاصدين كده ان احنا نوصل المعلومات دي للناس عشان الدنيا تهدى علينا والجمهور يريح كده. ولما نقول له في صفقات وبتاع، يعني في مثال جه في دماغي بس معلش مش هقدر اقوله، يعني جمهور الاهلي اكبر من كده. فالملف اللي كان الاهلي المفروض انه يناقشه بصوره اكبر وكانت الناس تهدى، انك تفتح ملف الراحلين. انا عندي ناس اجانب دلوقتي مش مستفيد بيهم، ورايح اتفاوض اصلا على ناس ما عنديش مكان غير مكان واحد بس، ما عنديش غير مكان لاجنبي واحد. طب انت مش لما تمشي الناس الاول دي، لما تقول لي ان بيرسي تاو ده اخر موسم، لما تقول لي ان رضا سليم هيطلع، لما تقول لي، ولا انت بتتفاوض وبعد كده نرجع نشوف مين هيقعد ومين هيمشي؟ ده اظن كان افضل لاداره الاهلي ان هي تعمله في الفتره دي بالذات، ان احنا نحدد احنا رايحين فين. احنا في يناير هنستغنى عن فلان وعلان وهنجيب فلان وعلان. وحتى الكلمه القرار قصدي اللي اتخذ امبارح
لما قال لك قرار مارسيل كولر في الصفقات هيكون استشاري فقط. ودي حته برضه ضد مبادئ النادي الاهلي، والنادي الاهلي عمره ما عملها انه يفرض على مدرب ومدير فني صفقات بعينها. انت مالكش دعوه، اللي يحط لك تاكله، اللي يتحط لك تاكله، ما تسالش ده حلو ولا ده وحش، انت هتقبله وخلاص. دي ما حصلتش، وكان دايما تطلع ادارات النادي الاهلي بمختلف الناس اللي كانت فيها يقول لك ايه، احنا عندنا نظام في الاهلي اللي يقول عليه المدرب احنا بننفذه، احنا لا نتدخل في شغل المدرب، عايز الصفقه الفلانيه هنجيبها، عايز الصفقه الاعلانيه هنجيبها. ولكن امبارح قال لك في قرار رايك استشاري يا عم كولر، مالكش دعوه بالموضوع الصفقات، احنا هنجيب لك اللي انت عايزه، بس لو ما لقيناش هنجيب لك ده فتاخده وتسكت. دي برضه حته ما حصلتش في النادي الاهلي، وده يدل على التخبط الاداري اللي انا بتكلم عليه، ان انت مش قادر تلبي طلبات المدرب، وعايز تلبس المدرب القصه، وعايز، في ناس قالت لك تطفيش وبتاع. اعتقد كولر عقله اكبر من كده وفاهم اللي بيحصل معاه، ان بسبب المباراه والدنيا واللي حصلت فيها مؤخرا بتاعت باتشوكا، فقال لك ماشي، مرر الموضوع وقال عادي ماشي اللي انتوا عايزينه اعملوه. هو هيعمل ايه؟ ما انت ما بتجيبلوش كده كده، لما بيطلب مش بتجيب له، فخلاص هات لي بقى اللي انت شايفه صح وخلاص. فده القصه، القرار اللي طلع امبارح. من امبارح بقى في قصه تانية دايره، اللي هي بتاعه المؤامره والزيزو وجائزه افضل لاعب في افريقيا، ان راحت لويليامز، روني ويليامز خد جائزه افضل لاعب وافضل حارس، وزيزو وحسين الشحات ما كسبوش حاجه. النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا. ودي الناس بتتكلم فيها، بيقول لك بقى ازاي النادي اللي واخد بطوله واحده هو اللي يبقى افضل نادي، واحنا واخدين السوبر الافريقي واخدين الكونفدراليه وما نبقاش احنا افضل نادي في افريقيا. طيب بص يا صديقي العزيز، بادئ زي بدء يعني كده، الجائزه السنه دي بتاعه افضل نادي او بتاعه التقييم عموما، لكل الجوائز معموله في تقييم معين في توقيت معين. ايه التوقيت؟ من شهر سبتمبر 23 لشهر يونيو 24، من شهر 9 23 لشهر 6 24. ده عملوها كده ليه؟ عشان يحطوا بطولة أفريقيا، بطولة أفريقيا اللي مصر خرجت منها، وجنوب أفريقيا كمان خرجت منها، ولكن وصلت تقريبا لدور الثمانية، لا وصلت للثالث والرابع لما لعبوا الكونغو. والماتش ده اللي صد فيه ويليامز من كاب فيردي ومن كونغو، صد فيها ضربات جزاء، هنا 2 وهنا 4 تقريبا، فكان ليه دور كبير ويليامز في الموضوع ده. وده يدل ان هو احسن حارس، ماشي عديها، انت خرجت مصطفى شوبير عشان ويليامز ياخد احسن حارس يا سيدي ماشي، مع ان مصطفى شوبير عامل كلين شيت في افريقيا 9 ماتشات و12 ماتش كمان على ولكن انت ماشي خرجت مصطفى شوبير عشان ويليامز احسن حارس، انا معاك. ولكن افضل لاعب، خلينا بس حته افضل نادي دلوقتي هنركنها هقول لك عليها بعدين. حته افضل لاعب ياخدها مين؟ عندك حسين وعندك زيزو، دول اللي كانوا مرشحين الى جانب ويليامز. انا اهلاوي اهو، بقول لك لو مش هتاخد حسين الشحات يبقى خد زيزو، لو ما خدتش زيزو خد حسين الشحات. ولكن انت ايه؟ قال لك ولا اهلي ولا زمالك، كفايه على مصر النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا، وهندي الجائزه بتاعه الافضل دي لويليامز، يشيل كده الجايزتين، افضل لاعب وافضل حارس، دماغه تمام. ليه بقى؟ ان الراجل متسبي، الدكتور متسبي ده رئيس الاتحاد الافريقي، ابنه هو رئيس نادي ماموليدي سان داونز اللي هو بتاعه، هو مالك النادي وابنه بيدير النادي. فويليامز قال لك ده عامل اداء عالمي وخرافي في بطوله افريقيا ومع سان داونز، واخد السوبر ليج اللي هو الدوري الافريقي اللي لعبنا فيه والاهلي خرج فيه من دور قبل النهائي، تمام، اللي خرجنا فيه من دور قبل النهائي وسان داونز كسب البطوله دي. فهو كسبان بطوله واحده، طبعا مش بقوه افريقيا ولا بقوه الكونفدراليه. السوبر ليج ده كان 8 انديه بس كده اللي هم الاعلى تقييما ولعبوا مع بعضهم، واللي خدها في الاخر سان داونز. فدول خد معاهم ويليامز وما خدش طبعا افريقيا. فبناء على ايه بتديه افضل لاعب؟ افضل حارس قلنا ماشي، مع ان شوبير احق بس ماشي، لكن زيزو وحسين الشحات كان لازم حد فيهم هو يفوز بالجائزه. ولكن هنا العتب واللوم على زيزو اللي بيعمله بقى، ويقول لك انا نعلم كيف تدار الامور في الكاف. طيب يا سيدي، لما انت تعلم كيف تدار الامور في الكاف رحت ليه؟ اخدت الكابتن حسين لبيب في ايدك كده ورحتوا على المغرب وبتاع، ورحت ليه؟ انت عارف ان كيف تدار الامور وان انت مش هتكسب، رحت ليه؟ طيب انت لو كسبت، لما اللي حصل ده ما حصلش وكان زيزو افضل لاعب، كنت هتقول لي كيف نعلم كيف تدار الامور، ما كنتش هتقول. فانت بتهاجم الكاف، واول مره يعني حاجه تطلع من زيزو كده، ما بيعملش الحركات دي، ولكن هو يعني صعبان عليه وزعلان طبعا. الراجل خد بدله وبتاع وراح لاسلام سعد وعمل حركات، وراح خد رئيس النادي في ايده، ورئيس النادي زعلان ازاي الزمالك مش افضل نادي ولا زيزو ياخد واحنا نروح كده ونرجع. فكابتن زيزو، الامور كيف تدار ماشي، في مشكله في الكاف وفي التقييم عموما، في حاجه يعني، هو في حاجه زي ما بقول لك حته افضل لاعب، انا معاك ان زيزو وحسين الشحات احق بكتير من ويليامز،
ولكن ما تقوليش نعلم كيف تدار وانت رايح. هتقول لي بقى في مكالمه جات لك في بتاع، يبقى انت بيضحك عليك بقى، يبقى انت في ناس بتكلمك يعني معلش بتستهتر بيك وبتقول لك تعالى انت كسبان وتروح انت ورئيس النادي وترجعوا كده. فدي حاجه ترجع لك انت، ولكن تعلم كيف تدار الامور ما كنتش رحت، ولو كسبت ما كنتش هتقول كده. تاني حاجه، بيقول لك الاثنين اكبر من الواحد ولا الواحد اكبر من الاثنين، والتسعه اكبر من السبعه والسبعه اكبر من، ورجعنا للقصه تاني والموال بتاع القرن ونادي القرن والكلام ده كله. زي ما قلت لو ركزت معايا ومتابع الفيديو كويس، قلت لك ان التقييم معمول من شهر 9 23 لشهر 6، كان فيها الكونفدراليه وافريقيا بطوله دوري الابطال. الاهلي والزمالك لعبوا في 5 تقريبا، في 5 او في اول 6. تمام، الاهلي خد البطوله من الترجي، وانت كسبت نهضه بركان في الكونفدراليه، وخلاص خلصنا، التقييم واقف لحد هنا. انت واخد السوبر الافريقي من الاهلي امتى بقى؟ شهر 10 27 صح؟ 9 27 9، لان لعبنا بعد كده في السوبر المصري في 10. فانت واخد السوبر الافريقي بعيدا عن فتره التقييم، فانت واخد بطوله واحده، بطوله الكونفدراليه في فتره التقييم، والاهلي واخد دوري الابطال. حتى لو واخد السوبر الافريقي، تعال اقول لك، حتى لو واخد السوبر الافريقي عشان سيد اسياد افريقيا والكلام اللي انتوا كنتوا عشمانين بيه وبتطمنوا نفسكم بيه ان احنا كده كده كسبانين الجائزه، احنا معانا 2 والاهلي مع 1. فانا بقول لك اهو، لا انت كان معاك 1 والاهلي مع 1، انت كونفدراليه الاهلي دوري الابطال، فانهي اقوى؟ رد انت بقى. هتقول لي ما انت زمان كنت بتقول غير كده وده اقوى وده اقوى، عشان كان ده نظام نقط زمان غير دلوقتي. التاني كان نقط، ما كانش جايزه افضل نادي، كان نادي القرن محسوب على نقط، وقصه تانيه كده بنتكلم فيها في فيديو منفصل. ولكن بقول لك السوبر الافريقي مش محسوب، طلعه بره الحسبه خالص، مش ما كانش موجود معانا في الحسبه بتاعت افضل نادي في افريقيا. طيب هو لو كان موجود اصلا، لو كان موجود، فمش هتاخد برضه افضل نادي. ليه؟ لان لو رجعنا تاريخ الجائزه نفسها، افضل نادي في افريقيا دي بيدوها لصاحب دوري الابطال بس. اللي بياخد جائزه افضل نادي في افريقيا هو الحاصل على دوري ابطال افريقيا، وكان المفروض يكونوا 9 زي ما بقول لك. ليه؟ لان الجائزه اتلغت في 2020 و2021. الجائزه اتلغت في سنتين الكورونا دول. مين واخد البطوله في 2020 بالقاضيه ممكن ونهائي القرن؟ ومين واخد في 21 العشرة من كايزر تشيفز؟ الاهلي. فكان هيبقى برضو الاهلي افضل نادي في افريقيا 2020 و2021، فكان هيبقى عنده 9 جوائز. هو حاليا عنده 7، وتقريبا بعده مازيمبي مش عارف معاه كام، والزمالك تقريبا واخدها مره واحده. الزمالك خدها مره واحده لان الجائزه دي بدات سنه 2001، الزمالك واخد 2002 2003 دوري الابطال، فواخد معاه جائزه ساعتها. ما حدش اتكلم ساعتها وقال لك الكونفدراليه وانا معايا سوبر ولا بتاع، خلاص هو صاحب دوري الابطال، هو افضل نادي. مازيمبي لما كسب دوري الابطال هو افضل نادي. الاهلي عنده 7 ومازيمبي بعده، والزمالك واخد واحده. فده ردي على الكلام والمؤامره الكونيه اللي انت على طول بتتكلم فيها. لو في مؤامره ما كنتش رحت لما انت عارف، ولا في المكالمه جات لك وطمنتك وبتاع وحصل اللي حصل، ساعتها بقى يبقى الاهلي ملوش علاقه بالقصه. عشان كل مره انت لازم تقحم الاهلي، اصل التسعه، اصل السبعه، الواحد والاثنين، وانت مش فاهم وبتضحك على جماهيرك. بقول لك ان التقييم معمول من 9 ل 6 24، والسوبر الافريقي كان في شهر 9، فده خارج التقييم اصلا، مش محسوبه. ولو محسوبه هم بيدوها برضو لافضل افضل نادي، بيدوها لصاحب دوري الابطال. اللي فيه كلام بقى، ونقول زي ما قلت لك من شويه ان افضل لاعب ويليامز عمل ايه عشان ياخد افضل لاعب؟ خد قبل كده محمد الشناوي وهو حارس مرمى، خد افضل لاعب سنه 22، حتى لما كان الاهلي نتائجه وحشه وشكلنا وحش في افريقيا وبتاع، ما احتفلش بيها، وقعد 3 شهور عشان لما الاهلي بدا يرجع ويفوز وبتاع، احتفل بيها مع زمايله كده وعادي. ولما بيرسي تاو خدها نزل صورتين على الانستجرام وعادي. ولكن من حق الزملكاويه يزعلوا، لان دي اول مره واحد من الزمالك يترشح لجائزه افضل لاعب في القاره الافريقيه. دي بجد اول مره يترشح، وكان لو كان فاز بيها كان هيبقى اول حد خارج النادي الاهلي. تخيل بقى، هم معاهم حق، لان هم فعلا مش بقول محرومين، ولكن دي حاجات يعني جديده انها بتحصل مع نادي الزمالك ولاعيبه في نادي الزمالك. وليك فخر ومجد انك كنت تستحق زيزو يكسبها، زي ما حسين الشحات يستحق يكسبها برضه، واخد دوري الابطال عادي. وقلت لو حسين مش واخدها هياخدها زيزو. ولكن انت دي اول مره فعلا تتحط في الموضوع ده وما تكسبش، لان الاهلي عنده برضه 8 من النادي الاهلي هم اللي فايزين بالجائزه دي من ساعه ما اتعملت. محدش خارج النادي الاهلي في مصر خد الجائزه دي خالص. خدها برضه بركات 2005، 2006 ابو تريكه، 2008 ابو تريكه، 2010 احمد حسن، 2012 ابو تريكه، 13 تقريبا ابو تريكه، 22 الشناوي، 23 بيرسي تاو، ادي الثمانيه.
8 هم اللي واخدين من النادي الاهلي من مصر، خارج الاهلي ما حدش خد الجايزه. فمن حق الزمالك تزعل، جماهير الزمالك تزعل، ولكن ما ترميش كل حاجه على الاهلي والمؤامره الكونيه والقصص اللي انتوا عايشين فيها دي. وانا بقول لك اهو، لو زيزو ما كانش الشحات كان، او الشحات ما كانش زيزو يستحق. ولكن في النهايه ده الكاف، ونعلم كيف تدار الامور في الكاف. دي ما كانش ليها اي لازمه يا زيزو، لان انت ما كنتش رحت لو انت فعلا تعلم كيف تدار الامور في الكاف. ورساله اخيره لجماهير الاهلي: ما تجريش ورا الصفقات والبوم والطخ والاوف والحاجات بتاعه الناس اللي انت عارفها دي، بتاعه الترندات وبتاعه الحصريات والانتقالات. ده هتسمعه لحد يوم 30 واحد، لحد ما تنتهي فتره الانتقالات. كل يوم في صفقه وفي بتاع. لما الاهلي اصلا يعين اول حاجه مدير تعاقدات بدل الكابتن هاني رمزي اللي مش طايقه كولر، ولا كولر طايقه، ولا حد عارف يتعامل في الملف ده كويس، لدرجه ان هم قالوا له رايك استشاري، مالناش دعوه بيك، احنا هنجيب اللي احنا عايزينه واحنا شايفينه. فده يدل على موضوع التخبط. ما تجريش ورا حد، ساند وادعم فريقك بغض النظر عن اسماء. مش بقول لك اداره، ولا بقول لك الخطيب، ولا بقول لك لعيب، لا، الاهلي. احنا ورا الاهلي. الماتش اللي جاي قدام شباب بوليسداد يوم الاحد، احنا بنشجع الاهلي، مش بنشجع اداره ولا بنشجع حد، ولا الاهلي بيقف على حد. هزيمه وانتكاسه، جوله عدت، ونخش نكمل الحرب اللي احنا بنكملها في الكوره. في الاول وفي الاخر دي كوره. انا مش بدعو للتعصب، ولا انا متعصب بالشكل اللي انت ممكن تتخيله، ولكن بالعقل. انتمي لفريقي مش لناس. مش لما اتكلم اقول في جزء تخبط اداري وفشل في الاداره، في الجزء ده تقول لي ده انت بتخبط في الاداره، والاداره اللي عملت ودي اللي جابت لك ودي. لا، كل حد ليه ايجابيات وسلبيات. ممكن نتكلم في جزء نقول انت صح، والجزء الثاني انت غلط. ومش لما اقول الاداره دي عملت برضه هبقى بطبل، لا، الجزء ده هم عملوه صح. اللعيبه كذلك الامر. لما لعيب يبقى كويس ومكمل معايا كويس، واقول في حقه كلمتين حلوين، انا برضو مش بطبله. عشان لما بيبقى وحش مش بنسكت له وبيتسلخ. فيعني ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في ماتش بلوزداد. والصفقات ادينا مستنيين لما نشوف الكابتن محمود الخطيب هيعمل ايه، وهيجي مين مدير تعاقدات، وايه اللي جاي. ولما يبقى في معلومه مؤكده، انا ما بصدقش غير اللي بيطلع من النادي الاهلي. لما يطلع البيان كده من النادي الاهلي على الصفقه او فيديو التقديم بتاع اللاعب، انا بقول لك اللاعب في الاهلي. غير كده كله في البوم والطخ والحصريات وعشان المشاهدات. دمتم بخير واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.